يا السلام عليكم يا بعض قلبي، شكيد المتكلم المتحدث عن المايك وراكب المايك ظالم 60 سبع الفوت. اجيب لكم هذا الجربوع ابن الجربوع، حمودي ابن الكوت اسم حسابه على الفيس، والملقب وحشي ابن الكوت اسم قناته على اليوتيوب، واللي يشد باسمه وحشي ابن الكوت يا بعد روحي. هذا واحد طيز ومطيز فد حدث للنعال، وما يشرفنا هو ابن ولايتي ابدا بتاتا، ما يشرفنا والحسن. المهم جاب عمره يتلزق بالعالم، العالم رطق بيه بالنعال هو يتلزق بيهم. ذيك المرة اختلف علي، انا قضيته طقيته بالنار. قلت له يا بدع بيل ما احترمك، روح ولي من عندي. اخذ له تقريبا 3 ايام 4 اسبوع، اجانا على التليجرام. قلت له شو تريد؟ قال يا ابو عوف هاي السوالف خلنا نرجع مثل قبل وصحبان، واحنا صحبتنا مو اليوم ولا البارحه. قلت خطيه، خل ارجع ويا بالله يمكن بعد ما يعيدها. رجعت اخذ تقريبا شهر كذلك، اختلف علي نزلت طقيته بالنهار وطردته. اخذ 3 ايام هيك تقريبا، والله العظيم 3 ايام، اي 3 ايام. اجاني قام يتلزق. قلت خطي خل ارجع، هاي بالله اخير مره وياه. رجعت هو طيز قام يفشر علي. يعني شوف شلون. اقول له ايش بيك ابن المطي؟ يقول لي يابا ميانه. اقول له انا على ابوك لا حتى العرف نبيك في ميانه هي هاي. المهم كبيته رجعت امه بالنعال، كبه حسوني كبير الكوت ناشا خيته بالستين. ابو الجود احتلال الكوت هذا بطل لطوف الحسين لزمه يعني بالجروب، حتى ما اجى فتحني بجروب يابا. قل له تعال قنع بيه، قل له تعال ويردونك بس يسولفون وياك ما يشدون عليك. شي يقول لي؟ يقول لي لا انتم تردون تحصروني، تحصروني تردون، انتم ضايفيني بجروب تردون تحصروني بالشد. المهم طفر عفنا. ذيك المرة كظ ورفع كسر على اليمن على روضة ابن الكوت. هذا روضة ابن الكوت بطل، يعني بطل بالستين وبطل بالكسرات، حتى الرز مطيز له. يابا قلت له ايش بيك رافع على اخوي وابن امي كسره؟ يقول لي شنو يعني غير هو يغلط علي؟ قلت له على ابوك لا حتى في طايس قسمك يغلط عليك تروح ترفع عليه، يغلط عليك تروح ترفع عليه كسره. سكت هو الافق حلقي. المهم اجاني قام يتلزق. هاي اول ما دخل لشد هو يقول لي يابا شو تريد؟ يقول لي اريد برنامج. يقول لي شنو من برنامج؟ يقول لي برنامج ارفع بيه كسره مثل هذا اللي عندك انت جاي ترفع بيه كسرات. يقول لي يا حبيبي انا عندي مايك جاي اشد بيه، انا ما عندي برنامج ارفع بيه كسره. يقول لي لا دبر لي برنامج انا اريد ارفع كسره قابل على الكسره. مشكله هاي جبت له برنامج اعطيته اليه كالموطه هو. راح قام يرفع كسرات، اقدم كسره عنده قبل 8 اشهر. دخل لي شيت وارجع واقول دخل لي شيت قبل 8 اشهر اي. ودخل لي شيت اول ما دخل لي شيت يا بعد روحي بنهايه 2022، يعني نقدر نقول ب 2023. لزموا يعني يلزمونا فروق بالش اسمه الفيسبوك، يلزمونه يطقونه بالنار. هو اقوى شيء عنده يجي يفتح جروب، هو مطر ما يعرف يبصم يعني بعمره وحياته. يعني باع المازنجر كل المازنجر كل عمره وحياته ما رافع له بيه بصمه 60، واتحدى هذا يرفع له بيه بصمه 60 بالمازنجر كله. اقول له ليش ما تعرف تبصم؟ انت ليش ما تبصم؟ يقول لي والله ما عندي مجال ابصم، يعني بيتنا صغير باع شلون مطى بين مطى. المهم يكبونه يحصرونه. يجي هو شنو يفتح جروب، يفتح جروب شنو يضيف شو اسمه، يضيف الولد اللي يغلط عليه ويضيفني انا ويسوي تاكات. يقول يلا البطل يجيب طلوع وبصمه. انا الولد حتى ما اعرفهم اول مره اشوفهم، يفتح لي بيهم جروب ويقول بصمه. يعني التشبيك عندي يكسر ما تقدر توصم، يعني هاي افصل شيء بصمه 60 ما تقدر تدسها. المهم طبعا انا والحسن ما شرفنا هذا بولايتي ابدا، ما شرفنا ولا لو عندي سلطه عليه غير ان الصبح طقه بالنعال واكتله، اكتله بالنعال والحسن. المهم يا بعد روحي هاي القصه مالته هذا الجلعوط ابن الجلعوط. وين ما تلقونه 400 الف قندره لان واحد فد حدث ابن حديث وما ينشر. انا طبعا متندم لان خاويت لواحد حدث، انا خاوي لواحد حدث
المهم وين ما تلقونها رجعوا بالنعال ولا تخافون من عنده. والإمام علي طيز ابن طيز، حدث ابن حدث، وأنا المسؤول عن كلامي، وش يريد يسوي خليه يسوي. تمام يا بعد روحي، يلا يبا دبل تشاو. اكيد كان المتحدث والمتكلم عن المايك ظالم 60 7 كوت، خيال المنايا والحسين، تشاو ولد المطايع.